مريض جالي الصيدليه ماسك بطنه وبيقول لي المعده قلبة عليا من امبارح. سالته الالم فين بالظبط؟ قال لي هنا تحت الضلوع وبيشد على كتفي. قمت قلت له ده ولا التهاب معده ولا قولون، دي غالبا المراره، والموضوع صدقني مش هزار. استنى واسمعني في ثواني. علشان نعرف نفرق ما بينهم ازاي، الالم اللي بيجي بعد اكله دسمه ويضرب فجاه تحت الضلوع من الناحيه اليمين ويسمع في ظهرك او كتفك، اوقات معاه حراره او اصفرار في العين او الجلد او قيء شديد او رعشه، غالبا ده التهاب المراره. لكن التهاب المعده بيبقى الم في نص البطن الفوقاني وبيبقى ظاهر معاه الحرقان والحموضه وما بيشدش على الظهر او الكتف. لكن التهاب القولون ده وجع متنقل اسفل البطن ومعاه غازات وانتفاخات كتيره ومرتبط دايما بالتوتر. لحد كده عرفنا ازاي نفرق ما بينهم. يلا بينا بقى وركز لي في الفيديو عشان تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك. وتعالى نعرف يعني ايه التهاب في المراره. هو التهاب في جدار المراره بسبب انسداد القناه المراريه، غالبا بسبب حصوه. الصفرة تتجمع، البكتيريا تشتغل، الالتهاب يحصل. وده بقى بيزيد بسبب السمنه وقله الحركه اثناء الحمل وارتفاع الدهون، قله شرب الميه، الوجبات الدسمه الكبيره اثناء الصيام الطويل وبعده اكله تقيله. جات لنا حالات كتيره مشابهه في الصيدليه. ست كبيره في السن تيجي كل فتره تشتكي من مغص في المعده بعد عزومه كبيره، تاخد دواء الحموضه وتهدى. المره الاخيره الالم وصل للكتف والحراره عليت جدا، بعد الاشعه طلع التهاب مراره حاد بسبب حصوه. راجل كبير سواق بيقول كل ما اكل كباب او محشي بحس بالنار مولعه في بطني وبعدها بشرب مشروبات غازيه. فحصه بين وجع شديد في الجنب اليمين، والاشعه اثبتت حصوه 2 مللي والتهاب مزمن، وانتهى بعمليه استئصال للمراره. طب تعالى نعرف ازاي نحسن ونعالج ونقلل من التهاب المراره على قد ما نقدر. وجبات صغيره قليله الدهون، لحوم وفراخ بدون جلد مسلوقه او مشويه، خضار مسلوق او سوتيه، شوربه عدس او خضار خفيفه، فواكه سهله الهضم زي الموز والتفاح المقشر، ممكن مشروبات زي اليانسون والنعناع والكراويه، عصير زي الكمثرى والتفاح الطبيعي. وتعالى نقول قائمه الممنوعات: بلاش اكل مسبك، بلاش اكل مقلي، بلاش وجبات دسمه، بلاش الجلد بتاع الفراخ والسمنه البلدي والزبده الكتير في الاكل، بلاش قهوه تقيله او شاي غامق او مشروبات غازيه او اكلات حاره اللي مليانه توابل. لو الالم مستمر ثابت مش قادر تتحمله، في حراره عاليه، رعشه، اصفرار في الجلد، اصفرار في العين، قيء مستمر، دوخه، هبوط شديد، لازم طوارئ مستشفى فورا قبل فوات الاوان. التاخير في علاج التهاب المراره مش هزار، ساعات قليله ممكن تفرق بين علاج بسيط وجراحه استئصال عاجله. المرض ما بيستناش، ليه انت تستنى؟ لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعدك في تخفيف التهاب المراره اكتب لي في الكومنتات. اسمع العلم وخد معلوماتك ونصايحك مع صيدلي نزول دكتور محمود مسعد. شير الفيديو يمكن تنقذ اللي بتحبهم. شكرا.